يا صباح الفل. أبنائنا اللي في سن المراهقة وابتدينا يبقى في تواصل ما بيننا وما بينهم، في صعوبة شوية أو في شد وجذب في الحوار معاهم، فهقولك على 4 نقط لو استخدمتيهم هيساعد قوي في إن أنت تبني علاقة كويسة جدا مع ابنك، وفي نفس الوقت النقاش ما بينكم هيكون أهدى، وقدام في المستقبل هتلاقي تدريجيا التصرفات بتاعته بتختلف وسلوكياته بتكون أكثر إيجابية. أول نقطة من النقط ودي هنغيرها في دماغنا الأول قبل ما نبدأ نتصرف بيها، وهو اني اتقبل ان بقى في عندي ابن كبير، يعني هو عنده فكره، عنده اراءه، عنده وجهه نظره اللي بيبدا انه يتعامل بيها. ده هيساعد لما بنيجي نتناقش في اي موضوع ان افهم الاول هو وجهه نظره اللي بيتكلم بيها دي بناء على ايه، عشان اعرف السلوك اللي هو عمله، اعرف طريقه الكلام اللي بيتكلم بيها اساسها ايه. وده هيساعد على ان انت تعرفي تصلحي الحاجه من الاساس بتاعها او من الجذور بتاعتها. فبالتالي تقبل ان هو ليه فكر وليه اراء ده بيساعد على ان اعرف الطريقه اللي هو بيفكر فيها، فهيسهل عليك انك تشتغلي على ايه بالظبط، انك تقدري انك تعدلي ايه في السلوك بتاعه، لان اساسي السلوكيات بتكون بناء على الافكار الموجوده في دماغنا. فدي نمره واحد. فكره ان انا اصاحب ابني اللي في سن المراهقه او بنتي اللي في سن المراهقه مش معناها ان انا هتكلم بنفس الطريقه وهسمع المهرجانات اللي هم بيسمعوها وهبدا ان انا اتكلم بنفس الطريقه، احنا كده بقينا اصحاب. اهم حاجه وتاني نقطه هو ثباتك على المبادئ. انت ثابته على المبادئ اللي بتربي عليها اولادك، لكن متقبل ان هم يقعوا في سلوكيات غلط بناء على تاثير الشله، بناء على التجربه، بناء على الموقف خلاه يتصرف بالطريقه دي. فده هيساعد على ان انا ارجع تاني لنمره واحد، ان اتناقش معاه وافهم وجهه نظره وافهم الافكار اللي هو بيتكلم بيها او بيتعامل على اساسها. نمره اتنين في ان انا ابدا اكون ثابته على المبادئ. فلو انا عايز اصاحب ابني اللي في سن المراهقه خليك ثابت على المبادئ، وفي نفس الوقت اصاحب يعني اتبادل معاه الافكار، مش اصاحب يعني شكل سطحي في ان احنا روشين زي بعض. ثالث نقطه واللي هتديني على النقطه اللي قبلها وهي الثقه. مهما كان الزلات اللي ابنك وقع فيها ومهما كان الاخطاء اللي بنتك ممكن تتصرف بيها، اوعي في يوم تفقدي الثقه او تشعريهم بان انت فقدت الثقه فيهم. لو حاسه ان النظره بتاعتك ليها فيها عدم ثقه، دي حاول ليه ان هو يحسن من نفسه او ان هو يغير من نفسه وهو فاقد ان يبقى في ما بينك وما بينه اي جسر تواصل. وده يخلينا ان نوصل لنقطه مهمه قوي وهو الاستغلال العاطفي. احذري من ان انت تتعاملي مع ابنك تحت بند ان ابتزه عاطفيا، اضغط عليه عشان يتصرف سلوكيات كويسه او عشان يعمل الحاجات اللي انا عايزها تحت الضغط العاطفي، عشان بس يرضيني. ان اتعامل معاه بالفكر ده اهم بكتير جدا من اني اتعامل معاه بالعاطفه، لان العاطفه بعد شويه وبتكرار الاستغلال العاطفي او الابتزاز العاطفي بعد فتره هيبدا ان هو يزهق ويكتشف الموضوع، وبالتالي هيبقى عكسك تماما. مش هيبقى بس ما بيسمعش الكلام، لا ده هيبقى بيعمل الحاجه اللي عكس اللي انت عايزاها، لان انت اذيتيه في العاطفه. لو عملتي ال4 نقط دي والتزمتي بيهم هتكتشفي ان الحياه ابسط بكتير قوي، وان مفيش حاجه اسمها بعبع ابن اسمه مراهق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.